دلوقتي بقى هنجرب تجربة القيادة للجيلي الستار راي. في حتة بقى مكسرة، خلينا نخش فيها اهي. وفي هنا حاجة انا نفسي اعرف دي بتاع ايه، شبه كاميرا بس مش عارف هي ايه. دي دايما بشوفها فوق، دي انا مش عارف لازمتها تحت ايه، معرفش. الستار راي بتيجي بمحرك 1500 سي سي تربو 4 سلندر. الرادار اللي هنا من الرادارات الذكيه جدا اللي موجوده في العربيات، واول مره الاقي رادار بالدقه دي. النهارده بنجرب عربيه جديده، وهي تعتبر واحده من اكبر العربيات في مجموعه جيلي، وهي الجيلي الستار راي. كمل الفيديو ده لحد الاخر عشان تعرف عيوب ومميزات الجيلي ستار راي. الجيلي الستار راي بتنزل باربع فئات. اول فئه كومفورت ب1,299، وتاني فئه بريميوم ب1,399، وتالت فئه سبورت ب1,499، والفئه اللي معانا النهارده واللي بنجربها السبورت بلس ثمنها 1,569. الاسعار دي بتاريخ 6/3/2026. الستار راي بتيجي بمحرك 1500 سي سي تربو 4 سلندر، بيقدر يطلع 174 حصان و270 نيوتن متر تورك، واصلين بناء الحركه دي سي تي ويت من 7 نقلات. وزن العربيه ما يقرب من طن 600 تقريبا. العربيه على الورق التسارع بتاعها من 0 ل 100 في 7.9 سكندز. تقدر تستهلك على الورق برضو 6.3 لتر لكل 100 كيلو. العربيه بتصنف كومباكت كروس اوفر، ومش عارف ازاي، عشان بعد كده هكلمكم على ابعاد عشان اوريكم ان حجم العربيه يقارب الميد سايز مش الكومباكت. واكتر ما يميز الستار راي هي شكلها الامامي بالفوانيس اللي واخده عرض العربيه بالكامل ونازله لحد كمان بالطول لحد هنا. شكلها مميز جدا باللوجو بتاع جيلي اللي بينور. فتحات التهويه كبيره جدا، بص فتحه التهويه قد ايه، كل دي فتحه تهويه. وكمان عندك فتحات تهويه تحت، عندك سنسور امامي، وعندك كاميرا اماميه، والعربيه فيها كاميرات 360. الخطوط اللي موجوده في الكبوت ادي خط مع تضليع مع خط تاني، وفي خط برضو جاي كده بالعرض. خطوط الكبوت حلوه. شكل العربيه الامامي ما يميز العربيه. وعندك رادار عند الازاز الامامي، والرادار ده من اكتر الحاجات المميزه في العربيه، وهوريها لكم في التجربه هنتكلم عليها، وهنتكلم برضو على السيفتي فيتشرز اللي موجوده في الجيلي الستار راي. من اكتر الحاجات اللي بتميز جيلي في وسط المصنعين الصينيين ان هي تمتلك شركات اوروبيه زي ايه، زي فولفو، لينكن كو، وكمان زيكر. على سبيل المثال العربيه دي الجيلي الستار راي البلاتفورم بتاعها اسمه CMA. CMA ده على سبيل المثال بيشير نفس البلاتفورم بتاع الفولفو الاكس سي 40. دايما لما بتيجي كلمه جيلي بتيجي في بالك عربيه صينيه، ولكن جيلي في وسط المنافسين الصينيين قلت لك ما يميزها ان هي تمتلك واحده من اكبر الشركات الاوروبيه وهي فولفو. على سبيل المثال السان روف بتاع العربيه دي هتلاقيه مكتوب عليه لينكن كو، وممكن تكون بتشير نفس السبير بورتس بتاعه فولفو او بتاعه لينكن كو، ولكن ما عنديش اي معلومه اكيد عن الموضوع ده، ولكن ممكن تكون بتتبع نفس المنهج اللي بتتبعه VW جروب. VW بدات VW بس، وبعد كده اشترت من اكبر الشركات اللي في اوروبا النهارده، سكودا وسيات وكوبرا وايه تاني، عد زي ما انت عايز تعد، وبنتلي وبورش، تحتيها مجموعه كبيره جدا. ما يميز VW النهارده عن جميع الشركات الاوروبيه ان هي تمتلك شركات كبيره، وبرده جيلي تمتلك شركات كبيره. ابعاد العربيه الطول 4670، العرض 1900، وارتفاع العربيه 1705، ويل بيز حوالي 2777. الخلوص الارضي طبعا باين من هنا ان هو خلوص ارضي كبير، ولكن غير معلن عنه. زي من شويه كنا بنتكلم على ابعاد العربيه، اكتر ما يميز ابعاد العربيه هي الخلوص الارضي، وعلى ما هم سموها ان هي كومباكت كروس اوفر، فبالنسبه لي ان على التصنيف ده خلوص ارضي كبير جدا. بصوا مسافه كبيره جدا، ممكن تقارب ال 190، ممكن تبقى اكتر. العربيه الخطوط الجانبيه فيها عندك خط جاي من اول ورا خالص من الفانوس لحد الباب من هنا، وعندك خط تاني جاي من تحت برضو، وعندك الباب بيفتح مع العتب. طبعا العربيه فيها كاميرات ضم كهرباء، فيها كاميرات 360، وعندك التورن سيجنال هنا في الجنب. العربيه بتيجي بازاز فيمي هنا وهنا وكمان هنا، وخلي بالك انت عندك كمان ازاز هنا كبير جدا، فهي تفصيله كده، الحته دي تفصيله حلوه في الديزاين. الجنط اللي عندك 2045 205 كام 245. كنت شايف ان ده بصراحه بروفايل واطي شويه،
كنت شايف ان يتحط لها بروفايل اكبر عشان حته النشفان، وكمان ده جنط 20 بلالين بقى وكده، ولكن نازل فيها جودير، فالكاوتش اللي موجود في العربيه ده من البراندات القويه. العفشه الاماميه بتيجي ماكفيرسون، والعفشه الخلفيه بتيجي مالتي لينك منفصله. خلونا دلوقتي نجرب المساحات الخلفيه للستار راي. اول حاجه دخول العربيه سهل، مفيش حاجه ضايقتني وانا داخل. تاني حاجه لو جينا بصينا على مساحات الليج روم، ده كده يعتبر مش على ظبطه السيد، ده لما اخش العربيه هياخد الميموري بتاعتي، يعني الكرسي هيطلع كمان لقدام، ولسه معاك مساحه ليج روم كبيره جدا. هنا عندك نفق فتيس لا يذكر، فاللي هيبقى قاعد في النص هيبقى قاعد مرتاح. كمان عندك فتحتين للتكييف، وعندك مساحه تخزين. كمان هنا عندك ارم ريست في 2 كاب هولدرز. ولو جينا قعدنا هنا واحنا مرجعين الكرسي ده، هنلاقي ان في برضو لسه معاك مساحه الليج روم. بالنسبه للهيد روم مساحه برضو كويسه، مع ان البانوراميك سان روف مفتوحه لحد لاخر، يعني اللي قاعد ورا برضو هيبقى واصل له الشمس او هيبقى واصل له البانوراميك سان روف. الخامات الخلفيه عندك ده جلد في سوفت، عندك ده بيانو بلاك مع سماعات انفينيتي اللي هنتكلم عليها، برضو ده هتلاقيه ملمس هارد تاتش بقى مش سوفت تاتش. واكره الباب هتلاقي هنا مختلفة، ده جلد وده برضو جلد. هيبدأ ده البلاستيك يبان من هنا. عندك برضو ماكن تخزين للأزايز هنا، وعندك مكان تخزين في الكرسي اللي قدامك، غير مكان التخزين اللي في الكونسولة اللي في النص اللي عند التكييف. العربية بتيجي جلد في جلد مع فتحات تهوية مع ايزوفيكس عشان كرسي الأطفال. خلينا دلوقتي نتكلم على الشكل الخلفي للعربية. هتلاقي الفوانيس ليد بار بعرض العربية زي قدام. كمان المميز في الفوانيس الخلفية ان هي بتيجي 3D ليد، وعندك التيرن سيجنال هنا وهنا، وعندك الستوب مع سبويلر. وفي هنا حاجه انا نفسي اعرف دي بتاع ايه، شبه كاميرا بس مش عارف هي ايه. المهم عندنا ديفيوزر، وعندنا في الحساس الخلفي. طبعا هتلاقي كلمه جيلي كلها بلاك اوت مع كلمه ستار راي بلاك اوت. معرفش هل ده في اللون بتاعي بس ولا في بقيه الالوان، ولكن عجبني ان هي كلها تبقى اول بلاك. عندك الشنطه، بس قبل ما اوريكم الشنطه عايز اوريكم مفتاح العربيه فيها قفل، والشنطه وفتح العربيه وتدوير على العربيه عن بعد. عايز اوريكم دلوقتي مساحه الشنطه. مساحه الشنطه هي ما بين ال 610 و 650. انا هنا حاطط شنطه سفر كبيره. تاخد كام شنطه سفر كبيره؟ تاخد ادي واحد وفوقيها واحده، وممكن تاخد واحده كمان، 3 شنط سفر كبيره، وممكن تاخد 3 شنط سفر صغيرين. ولسه هيبقى معاك مساحه هنا ممكن تحط فيها شنط ظهر او شنطه تمرين. العربيه بيجي فيها ستبن صغير، وفيها اماكن تخزين ناحيه الشمال مفيش ناحيه اليمين. عندك السماعات برضو موجوده هنا، يعني في هنا سماعه انفينيتي، في ادي واحده، وفي واحده تقريبا برضو لا دي مش سماعه، دي ممكن تبقى تهويه. في سماعه ورا، او ممكن دي برضو تكون سماعه، الله اعلم. الشنطه بتفتح وتقفل كهرباء. عايزين نشوف هي بتفتح وتقفل برضو، بتفتح ايزي اكسس ولا لا. خلونا نجرب. لا ما بتفتحش. من شويه قلت لكم انا مش عارف دي كاميرا ولا دي ايه بالظبط، دي طلعت الميه بتاعت المساحات، يعني دي كده عاملينها على شكل كاميرا، ولكن هي الجزء اللي بيطلع منه الميه عشان المساحات تنزل. المساحات كمان مستخبيه تحت السبويلر هنا. لو جينا اتكلمنا على خامات الستار راي، هنلاقيها ان هي من اول هنا كده هتلاقي فيه سوفت مع الكنتاره. كمان هتلاقي هنا ده بلاستيك مع معرفش ده ايه، ده قماش في بلاستيك. وكمان هتلاقي هنا برضو في بلاستيك. هتلاقي هنا بقى البيبان هتلاقي فيه يبدا السوفت تاتش مع الجلد، بيانو بلاك، بلاستيك تاني. وبرضو هنا هتلاقي فيه زي سوفت مع جلد، وهنا برضو سوفت، وتحت هتلاقي فيه بلاستيك. الكراسي بتيجي جلد، فيها اماكن للتهويه وفيها فنتليشن، فيها تبريد. هتلاقي كمان ان المخضع بتاع الراس فيه سماعات، وده لما بيجي لك زي مكالمه انت بتبقى قادر تسمع اللي بيكلمك من السماعات اللي موجوده هنا. كمان هتلاقي ان هي فيها الكرسيين دول كهرباء، وفيهم كمان الكرسي اللي عندي فيه لمبر سبورت. كمان المميز في الخامات بتاعت العربيه ان هو هنا عامل لك الشماسه مش قماش، عاملها لك زي نضاره شمس. كمان بيديك رؤيه، وكمان بيدي لك ان هو يمنع لك الشمس بطريقه مختلفه. العربيه يجي فيها بانوراميك سان روف، وفيها الستاره تقدر توقفها في اي حته انت عايزها، عشان في ناس ساعات بيبقى عندها بانوراميك سان روف ما بتحبش ان هي على طول تبقى منها للشمس كده.
لو جينا اتكلمنا على الشاشات اللي موجوده في العربيه، عندنا شاشه الميديا حوالي 13 و2 انش، فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس. كمان العربيه فيها كاميرات 360 ودي الزوايا بتاعتهم بالريزوليوشن بتاعها. ده شكل العربيه. كمان الشاشه دي بتقدر تتحكم في كل حاجه في العربيه، منها مثلا على سبيل المثال لو انت عايز تقفل وتفتح المرايات، ودي حاجه انا ما بحبهاش، بتفتح وتقفلها من هنا حتى لو عايز تظبط المرايات. كمان بتفتح وبتقفل الشنطه برضو من هنا. اللايت مود برضو بتتحكم فيه من هنا. كمان لو جيت ان انت عايز تتحكم في كل حاجه بقى في العربيه، الامبينت لايتس هنا عندك دي كل الالوان، تقدر تتحكم كمان الامبينت لايتس يشتغل برتم كده معين وبشكل معين مع المزيكا، يقدر يتفاعل مع المزيكا. كمان عندك التحكمات في الاكتيف سيفتي اللي عندك اللين كيب اسيست والامرجنسي لين كيبنج اسيست. عندك الخروج من الحاره برضو ينبهك. عندك السبيد ليميت، عندك الفورورد كوليجن وورنينج تايم، عندك برضو الاوفر سبيد والباركنج اسيست والايزي اكسس. كمان عندك هنا بقى التحكمات في اللغه والوقت واليونت، كل حاجه في العربيه، فتح والقفل وحتى الاوتو هولد وكل حاجه في العربيه. كمان الشاشه بتقدر تتحكم فيها في التكييف، في كمان الفنتيليشن بتاع الكرسيين الموجودين هنا. معظم التحكمات من الشاشه. نيجي بقى شاشه الكلاستر، هنا بتيجي 10 و2 انش، الريزوليوشن بتاعها عاجبني جدا. فيها طبعا كل المعلومات عن استهلاك البنزين والاطارات وكل حاجه في العربيه، ضغط الكاوتش وكل الكلام ده. كمان بيظهر لك الاغاني، بيظهر لك طبعا البنزين ودرجه حراره العربيه. الشاشه عاجبني فيها، هي صغيره ولكن الريزوليوشن بتاعها حلو. كمان العربيه بيجي فيها الشاشه الثالثه الهيد اب ديسبلاي. الهيد اب ديسبلاي هنا مميز جدا ان هو بيجيب لك لو انت مثلا الطريق ده سرعته 100 بيجيب لك السرعه، بيجيب لك لو انت مكان دخلت فيه منطقه مدارس يقول لك ان دي منطقه مدارس، لو مكان فيها اصلاحات يجيب لك برضو ان المكان ده فيه اصلاحات. الرادار اللي هنا من الرادارات الذكيه جدا اللي موجوده في العربيات، واول مره الاقي رادار بالدقه دي. الطاره هنا بقى بتيجي بشكل مميز بالديزاين المختلف بتاع جيلي. كمان هتلاقي هنا في دي دايما بشوفها فوق، دي انا مش عارف لازمتها تحت ايه، معرفش، بعض المصنعين بيعملوها تحت، يا ريت حد يقول لي دي تحت بتعمل ايه. هنا هتلاقي في تحكمات في الاكتيف سيفتي او في الادابتيف كروز كنترول. هنا هتلاقي التحكمات في الشاشه وكمان الشاشه الكلاستر. الطاره بتيجي سوفت في تو تون للجلد، زي رمادي في رمادي غامق، وبيجي هنا بيانو بلاك مع علامه جيلي. العربيه ما بيجيش فيها بادل شافترز ولا بيجي فيها بلايند سبوت، دي الحاجتين اللي انا مستغربهم في العربيه. الطاره كمان بتتحرك من هنا كده كده، بتدخل وبتطلع، يعني هي في كل الاتجاهات فوق وتحت، وان هي تطلع وكمان تدخل لجوه. فتحات التكييف هنا برضو عندي عليها تعليق ان هي تفتح وبتقفل في رينج قليل جدا، يعني ممكن تلاقيها عملت كده سنه بسيطه تلاقيها قفلت خالص. مفيش تحكم في الريش بشكل مريح. لو جينا بصينا على اماكن التخزين هنا هنلاقي ان عندك مكان تخزين الجلاف بوكس وبيفتح كده بطريقه سلسه، مش بيفتح مره واحده. كمان عندك مكانين للكاب هولدرز، ادي واحده وادي اتنين، وعندك مكانين للموبايل، واحد وايرلس تشارجنج واحد مش وايرلس تشارجنج. عندك اماكن تخزين تحت، وفي عندك 2 يو اس بي تايب سي، ودي نادرا لما بتلاقيها في المصنعين الصينيين. المصنعين الصينيين بيحبوا التايب اي زي عينيهم يعني. عندنا برضو دي مكان تخزين وفيها تبريد، وكمان عندك اماكن تخزين في البيبان، مكان تخزين كبير جدا في البيبان. وكمان العربيه بيجي فيها اكتر تقريبا من 10 سماعات من شركه انفينيتي، وهجرب لكم الصوت بتاعها، ولكن عن تجربه 3-4 ايام تقدر تديها 8 من 10. دلوقتي بقى هنجرب تجربة القيادة للجيلي الستار راي. احب افكركم ان المحرك اللي بيجي فيها 1500 سي سي تربو 4 سلندر، بيقدر يطلع 174 حصان و270 نيوتن متر تورك. التورك هنا بيطلع عند 2000 لفة. وزن العربية ما يقرب من طن 600. خلينا كده ندوس بالعربية احنا على كومفورت. حلو، صوت الموتور عالي بس شويه. عربيه الثبات بتاعها كويس، وعشان العربيه قعدت معايا ده تقريبا 5 أو 6 يوم، في ممكن تقول سنه لاج بسيطه جدا، حاجه لا تذكر، لا ياخد باله منها اللي هو يعني جرب عربيات كتير قوي، في لاج بسيط في طول ما الار بي ام تحت ال 2000 لفه، بس غير كده وانت
لو على 2000 لفه مفيش لاج، يعني بعد 2000 لفه مفيش لاج. خلينا نتكلم على استهلاك البنزين متوسط حوالي ما بين كومفورت وسبورت وتكييف ومن غير تكييف وكل حاجه وتست درايف، متوسط تتكلم في 10 لتر لكل 100 كيلو. من ناحيه الوزن العربيه شايفه متوسط فوق المتوسط، يعني يميل شويه لان هو يكون عالي. موتور برضو انا شايفه 1500 سي سي، فكنت متوقع منه استهلاك بنزين اقل، يعني كنت عايز مثلا تكييف وسبورت ودنيا الاقي مثلا استهلاك 9 ونص، ده اللي هو استهلاك الممتاز، ولكن الاستهلاك الموجود في العربيه دي استهلاك بنزين متوسط، مش سيء ولكن هو متوسط. خلينا دلوقتي بقى نجرب عزل صوت الهواء. خلينا ندوس كده بالعربيه. عزل صوت المحرك متوسط، عزل صوت الهواء جيد، عزل صوت الهواء كمان على السرعات جيد. عزل العربيه دي حلو مع ان الازاز اللي فيها مش دبل، سنجل لاير. خلينا نجرب دلوقتي التعليق بتاع العربيه قدام ماكفيرسون وورا مالتي لينك. داخلين كده الملف كويس، ماسكه 70 72 ماسكه لحد دلوقتي. في حته بادي رول بسيط جدا بس هي متماسكه، عربيه متماسكه، التعليق بتاعها كويس. خلينا نطلع كده اهي، ده اللي كنت بكلمكم فيه. شويه تحس شويه لاج بسيط في الفتيس طول ما انت تحت ال 2000 لفه او تكون في النقلات القليله للفتيس. خلينا دلوقتي بقى هنجرب العفشه. خلي بالك انت عندك هنا في العربيه جنط 20 وبروفايل قليل. خلينا كده نجرب الحته دي، خلينا نجرب الحته النازله دي. ماشي، في حته تانية برضو هنا اللي قدامي فرمل كنت عايز اخدها بسرعه اهي، هي دي. ماشي، في حته بقى مكسره خلينا نخش فيها اهي. طبعا في سنه نشفان في العفشه، فالعفشه هنا بالجنط ال20 تميل للنشفان. خليني اكلمكم دلوقتي على مساحات الرؤيه. مساحات الرؤيه من اكتر العربيات اللي انا حبيت فيها مساحات الرؤيه. القايم ده مش تخين مش كبير، فمش حاجه عندك الرؤيه، عامل لك الشريعه اللي هنا. مساحه الخلفيه صغيره شويه ولكن مقبوله. مساحات الرؤيه عجباني، مرايات كمان عريضه لبره، فمساحات الرؤيه من الحاجات الحلوه اللي موجوده في الستار راي. خلينا نتكلم على التكييف. تكييف تجربه حوالي اسبوع. احب اقول لكم التكييف من مميزات العربيه دي، بيسقع بسرعه، مش محتاج تعلي الفان للاخر عشان تلاقي منه بروده كويسه. خلينا نجيب دلوقتي العربيه، كل ده سيئنا على الكومفورت. خلينا ندوس سبورت وندوس كده ونشوف. استجابه اسرع للفتيس، استجابه سريعه، صوت المحرك عالي، الفرامل بتاعتها كويسه. على السبورت قويه العربيه، على السبورت ادائها احسن بكتير من الكومفورت. تماسك العربيه في الحارات، الثبات بتاعها كويس، فرامل برضو بتاعتها كويسه. خلوني بقى اكلمكم دلوقتي على السيفتي فيتشرز الموجوده في العربيه. العربيه فيها حوالي 6 ايرباج، ممكن يكون اكتر ولكن اللي انا عارفه عشان ما تاخدنيش الذاكره حوالي 6 ايرباج مينيمم، يعني لازم يكون فيها 6 ايرباج. عربيه فيها تجهيزات عاليه. الاكتيف سيفتي اللي فيها لين كيب اسيست، فيها الخروج، التحذير من خروج من الحاره، فيها الفورورد كوليجن وورنينج، فيها الادابتيف كروز كنترول، وكمان فيها رادار هنا في العربيه دي من اذكى الرادارات اللي انا شفته. على سبيل المثال لما كنت بمشي في طريق فيه تصليحات ومفيش العلامه بتاعت التصليحات، كان بيجيب لي ان خلي بالك المنطقه دي فيها تصليحات. لو انت ماشي في طريق وجه الطريق حود شمال فجاه يحذرك، حود يمين برضو يحذرك، سرعه الطريق برضو بيحذرك منها. بيجيب كل حاجه، حتى المدارس. حتى كنت بعدي من قدام مدرسه لقيته ان هو جاب لي ان دي منطقه مدارس فخد بالك. فالرادار اللي موجود في العربيه والكاميرات اللي موجوده في العربيه ما يميز العربيه. كمان الحاجات اللي عجبتني في العربيه التكييف بتاع العربيه. التكييف بتاع العربيه يميل الى التجارب الياباني، لان انت تيجي تقول على التكييف ده ياباني، لا، التكييف ده بيقارب للتجربه اليابانيه اللي احنا بناخدها من المصنعين اليابانيين في حته التكييف. كمان عجبني في العربيه الشماسه دي، شماسه ذكيه جدا، يقدر ان هو يحجب عنك اشعه الشمس بشكل كده عامل زي نظاره الشمس، وفي نفس الوقت مش حاجب عنك الرؤيه زي بقيه الشماسات بتبقى قماش، فبيحجب عنك جزء من الرؤيه.
كمان اللي عجبني في العربيه ان انت واخد درايفنج اكسبيرينس حلوه، من ناحيه تحس ان انت عالي عن الارض بحبه حلوين، تحس ان انت راكب عربيه ضخمه، تحس ان انت راكب عربيه كبيره، مع ان تصنيفها كومباكت كروس اوفر، مع ان انا لما تركب العربيه تحس بعكس كده تماما، تحس ان انت راكب عربيه عاليه، خلوص الارضي بتاعها برضو كبير جدا، صعب ان هي تحك في اي مطبات او تحك في اي حاجه، عربيه عاليه. العرض بتاع العربيه بتتكلم في 1900، عرضها كبير. بص قعدتي ازاي مريحه، رجليا ولا خبطه من هنا ولا خبطه من هنا، برضو اللي قاعد قدام قاعد مرتاح، اللي قاعد ورا برضو قاعد مرتاح. مساحات التخزين برضو من مميزات العربيه. كمان مساحه الشنطه كبيره جدا، زي ما بقول لكم تاخد 3 شنط سفر كبيره و3 شنط سفر صغيرين، مينيمم شنطتين وشنطتين، ولسه معاك شنطتين على الظهر. دي كده الحاجات اللي عجبتني في العربيه. الحاجات بقى اللي ما عجبتنيش في العربيه، اول حاجه ما عجبتنيش في العربيه استهلاك البنزين، شايفه على المحرك ال 1500 سي سي التربو، عايز اشوف اقل من الاستهلاك ده. المتوسط اللي انا شفته حوالي 10 لتر لكل 100 كيلو، ولكن حط في اعتباركم ان انا حاطط في العربيه على سبورت وتكييف وبجرب العربيه، فتجربه الاستهلاك البنزين بتبقى مختلفه عن تجربتكم لو انتوا هتشتروا العربيه. بحط العربيه في اوحش الظروف في حته الاستهلاك، فاوحش استهلاك شفته 10 و1 10 و2 لتر لكل 100 كيلو، فانا كنت شايف ان ده استهلاك بنزين يميل الى الوسطيه شويه. كنت شايفه ان هو يبقى مثلا 9 ونص هيبقى حلو قوي، ولكن اللي مش مساعد برضو المحرك الوزن بتاع العربيه، تتكلم في طن 600. تاني حاجه ما عجبتنيش في العربيه ما فيهاش بلايند سبوت، يعني هي فيها كل عوامل الامان من ناحيه الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، وعوامل الامان بتاعه الفرامل كلها، والتاير بريشر مونيتورنج سيستم، وفيها الاكتيف سيفتي، فيها كل حاجه، بس ما فيهاش بلايند سبوت. فدي كنت شايفها غريبه شويه. كمان العربيه ما بتجيش فيها بادل شيفترز، مع ان دي اعلى فئه، فكنت شايف دي من النواقص اللي ممكن تكون في تجهيز العربيه. حاجه برضو ما عجبتنيش في العربيه هي ان الاستغناء عن الزراير بتاعه المرايات وبتاعه الشنطه. انا بصراحه يا جماعه انا من مدرسه الزراير، شياكه وكل حاجه والتصميم شكله شيك، ولكن انا مش كل ما هخش الجراج او مثلا واحد جاي في وشي اروح قايل له لا ثانيه واحده اروح اعمل كده واروح، لا مش شايفها افضل شيء. رجعوا لنا الزراير تاني. بس دي كده الحاجات اللي عجبتني في الجيلي الستار راي الجديده، ودي الحاجات اللي ما عجبتنيش في الجيلي الستار راي. دلوقتي هنجرب تسارع الجيلي الستار راي من 0 ل 100، الارقام الرسميه بتاعتها من 0 ل 100 في 7.9 seconds. تعالوا نشوف كده هي هتجيبها في قد ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا جايب اخر الدواسه. الفرامل بتاعتها كويسه. تعالوا بقى نجرب دلوقتي على السبورت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش حاسس بفرق قوي في حته الطلعه، ولكن طبعا التسارع بتاع العربيه احسن اسرع. دي كانت تجربتنا للجيلي الستار راي من عيوب ومميزات. اكتبوا لي بقى في الكومنتس لو في اي حد عايز يسال على حاجه انا ما اتكلمتش عليها او ما غطيتهاش في الفيديو، يكتب لي في الكومنتس. واكتبوا لي برضو حابين تشوفوا ايه عربيات تانية نجربها الفتره اللي جايه على التشانل. سلام.